في المعجنات. شوفوا كيفاش طاب من تحت ومن فوق، شوفوا الطراوه، وجا مشهد من الداخل وجا خفيف، جاء روعه. راكم تلاحظوا في النتيجه، يعني حقيقه النتيجه ابهرتني، خاصه الطراوه تاعو من الفوق ومن التحت كامل طري وكامل خفيف ومشهد كما ما شفتوه معايا. ونتمنى انه تكونوا فهمتوا عليا وتبعوا طريقة تحضير تاع هذا الخبز الدار والمقادير مضبوطة. وفي الأخير أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.